السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنا بقى كنت بعمل كشري الحلة الواحدة يا جماعة. اول حاجة طبعا جبت بصلتين كده كبار وقطعتهم جولين زي ما انتم ما شايفين، وحمرتهم على في الزيت. ما حطيتش دي ولا حاجة، لان دي لاحظت كذا مرة بيخلي البصلة تكون طرية مش مقرمشة، وما بتديكيش القرمشة اللي انت عايزاها. فانا سويتها كده على النار البصلاية من غير خالص اضافة دقيق. وبعد كده شلت البصلة، وفي نفس الزيت اللي انا فيه حطيت نص كوباية من الشعرية، او زي ما انت عايزة الكمية اللي انت هتعمليها من الكشري. حطيت شعرية حمرتها. طبعا كنت نقعة آم، العدس، نقعته مدة حوالي ساعتين كده ولا 3. وبعد كده غسلته مع الرز، وحطيتهم على في الحله زي ما انتم ما شايفين. والمكرونه بقى اللي انت عايزاها، طبعا الكشري الحله الواحده ده يا جماعه. الرز مع المكرونه مع العدس ضفته كله مع بعض. طبعا بقى تبلت بملح وكمون ورشه صغيره من الكزبره الناعمه. تمام. وكل ده هقلبه كويس مع بعض، هديله تشويحه. بعد كده هنزل بالميه. الميه يا جماعه تكون مغطيه معاكم المكرونه اللي هتكونوا حاطينها، يعني عقله صباع كده، الميه زياده عن عقله صباع كده. وبعد كده زي ما انتم ما شايفين بقى هو استوى معايا. طبعا بقى انتوا عارفين يا جماعه، مش هقول لكم على التوميه. بقى عباره عن توم اللي بتشربي بيها العدس، توم وخل وملح وكمون. الصلصه بقى بعملها عباره عن بقلي توم الاول، بعد كده بضيف الصلصه بتاعتنا اللي هي الطماطم طبعا. وعايزه تحطي خل حطي، مش عايزه تحطي خل ما تحطيش. بصراحه انا ما بحطش خل، لاني بكتفي بالخل اللي بيكون موجود في التوميه نفسها. شايفين بقى يا جماعه مفلفل ازاي؟ طبعا ده ابسط كشري ممكن تعمليه من غير حلل بقى، حلل كتير كتير لا. احنا هنا بصوا عملناه في حله واحده. قلنا البصل، شلنا البصل، حطينا في الزيت الشعريه. بعد كده ضفنا الرز بالعدس. بعد كده ضفنا المكرونات اللي انتوا عايزينها. عايزين بقى تحطوا حمص حطوا، طبعا الحاجات دي غاليه دلوقتي يا جماعه خلاص. شايفين بقى مفلفل ازاي؟ شايفين الجمال؟ شايفين. اتمنى انتوا تجربوه بنفس الطريقه، تجربوه كده ان شاء الله يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.